بيبدأ فيلمنا بسفينة ماشية وسط البحر وشخص واقف فيها وبيبقى واضح عليه إنه حزين وتايه، وبيجي البحار وبيقف جنبه وبيسأله هو هربان من إيه، بس هو ما بيردش عليه وبيفضل ساكت. وبيوصلوا على جزيرة فاضية واضح إن محدش عايش عليها، وبياخد البحار الشخص ده على البيت اللي هيعيش فيه، واللي بيكون عبارة عن كوخ من الخشب. والحقيقة الشخص ده بيكون الضابط المناوب اللي جاي علشان يستلم شغله في المرصد الجوي المسؤول عن قياس الطقس وسرعة الرياح من الضابط اللي قبله ألدو في جلاند. بعد كده بيروحوا يقابلوا الحارس وبيصحوه من نومه، وده لما ما بيلاقوش الضابط القديم موجود على الجزيرة ولا في الكوخ، فبيسيبهم القلق والشك وبيروحوا يسألوا الحارس عنه اللي بيكون لسه نايم، فبيصحوه. وأول ما بيصحى بيفضل يسألهم عن سجاير، لكن هما بيسألوه عن الضابط فبيقول لهم إنه خرج ومرجعش. ولما بيكرر عليه السؤال أكتر من مرة بيقول لهم إنه هو جات له حمى ومات، وإن البحر أخد جثته. وبنشوف البحار بيبدأ يقلق على الضابط من الهدوء الزيادة اللي في الجزيرة، ويقلق عليه أكتر من الحارس نفسه، وبيطلب منه إنه هو يرجع تاني معاه، وبيعرض عليه يديله المسدس بتاعه علشان يحمي نفسه. لكن الضابط بيشكره على شعوره وقلقه عليه، وبيقول له إنه مقدر ده لكنه مش هينفع يخالف الأوامر أو ما يقومش بالواجب بتاعه. وأخيرا بيودع البحار وبيقول الضابط لنفسه إن هو هيضطر يقعد على الجزيرة دي 12 شهر بحالهم في عزلة عن الحضارة وفي حياة بدائية بس علشان يقيس سرعة الرياح. ولما بيرجع الكوخ بيبدأ يرص كتبه ويرتب حاجته، بس بيلفت نظره المذكرات بتاعة الضابط القديم اللي بيلاقي فيها رسوم لمخلوقات غريبة وكلام كده مش مفهوم. وكمان بيلاقي صورة لعروسة الضابط ومكتوب عليها اسمه ألدو فيغلاند، وبيشوف رسمة للمنارة وحواليها المخلوقات دي اللي بتكون أشبه للإنسان. فبيبدأ يقرأ عن نظرية التطور. وبيقضي الضابط أول ليلة ليه على الجزيرة، وأول ما بيطلع الصبح بيروح على البحر علشان يبدأ شغله، فبيلاقي هناك مجموعة كبيرة من الأصداف. بعد كده بيبدأ يسجل سرعة الرياح، وبيشوف الحارس جورنر وهو لسه صاحي من بعيد. وبعد كده بيروح تاني للكوخ، وأول ما الجو يبدأ يضلم بيسمع صوت خربشة، فبيحسبه الحارس، لكنه بيلاقي في إيد لكائن غريب مدخلها من تحت عقب الباب، فبيدوس عليها جامد. وبسرعة بيدخل الضابط يستخبى في مخبأ تحت الكوخ، بس بيلاقي عين بتبص عليه فبيضربها بالخنجر اللي في إيده، وبيتأكد إن باب المخبأ مقفول كويس، وبيقعد في المخبأ ده لحد الصبح. وبعد ما بيطمن إن الجو بقى أمان بيخرج وبيلاقي آثار لأقدام كتيرة قوي كلها نهايتها عند شط البحر، فبيروح بسرعة على المنارة وبينده على الحارس عشان يفتح له باب البرج، لكنه بيرشه بالمية وبيقول له ما يرجعش هنا تاني. وبيبدأ يحمي الكوخ بتاعه من الوحوش قبل ما الليل يليل. وفعلا بمجرد دخول الليل بتبدأ المخلوقات تهاجمه بشدة، وهو بيدافع عن نفسه وبيحاول إن هو يقضي عليهم، لكن من الواضح إن عددهم كان كبير جدا وبيهاجموه من كل اتجاه. فبيولع النار، لكن للأسف بتمسك في الكوخ كله وهو بيجري من النار وكمان من الكائنات اللي كانت حواليه دي، وبيستخبى ورا صخرة. لكن فجأة بيلاقي إن المطرة بدأت تمطر بقوة، فبيغطي نفسه بشال كان في إيده لحد ما بيظهر أول ضوء من نور الصبح. وبيرجع للبيت وبيحاول إن هو يعالج إصابته، فبيربط الجرح اللي في إيده، وبعد كده بياخد البندقية وبيراقب جورنر وبيوجه ناحيته البندقية بتاعته. لكن فجأة بيلاقي كائن غريب بيصرخ في وشه وبيحاول يمنعه إن هو يوجه بندقيته على الحارس. وبيظهر جورنر وبيحاول يمنع الضابط من إن هو يخلص على الكائن ده، وبيقول له إنها أنثى وإن هي مش مؤذية، وبيعملوا هدنة سوا. وبيتفق جورنر معاه إنه يبقى صديقه وكمان بيسميه فريند. وبيروحوا سوا على البيت وبياخدوا كل الذخيرة والأسلحة الموجودة في الكوخ وكمان كل الأكل. ووقتها بيقول له الضابط إن الضابط القديم اللي قبليه ما ماتش من الحمى زي ما هو قال، وإن جورنر سابه على الجزيرة لوحده للكائنات دي يفترسوه. وقبل ما الليل يدخل بيكون جورنر والضابط جمعوا الذخيرة كلها ونقلوها للبرج، بس من كتر التعب بينام الضابط، لكن بيفوق على المخلوقة دي وهي بتلحس الجرح اللي في إيده، فبيتخض. وبيجي جورنر وبيبدأ الضابط يدي ملحوظاته على المخلوقة اللي قدامه وكأنه كده بيدرسها، وبيقول إنه ممكن يكون كائن برمائي. فبيقول له جورنر إن هي مسالمة جدا، فبيسأله الضابط عن الجرح اللي في كتفه، فبيقول له لما هي مسالمة زي ما هو بيقول فمين اللي عضه كده في كتفه.
كتفه. فبيقول له جورنر إنها فعلا عضته، بس كانت المرة الأولى والأخيرة، وإنه ادالها درس وعلمها إزاي تسمع الكلام. وبنلاقي إن الضابط بيستغرب من جورنر وبيسأله هو ليه ما حاولش يرجع مع السفينة ويهرب من على الجزيرة دي للعالم المتحضر. فبيرد عليه وبيقول له إن العالم المتحضر ده هو نفسه اللي هرب منه لهنا. وبيرجع الضابط يكلم نفسه ويقول إن دي تاني مرة يضطر إن هو يغير حياته بعد ما جه الجزيرة دي. وبنشوف إن المخلوقة دي بتبصله جامد، ولما بتلاقي شمعة بتحاول تاكلها فبيحاول يفهمها إنها مش للأكل. وبيقطع جورنر اللي بيطلب منه يحضر بندقيته ويحصله، وبيدخلوا البلكونة المنارة وبيضرب جورنر طلقة ضوئية علشان يشوف المخلوقات دي جت ولا لسه، وبتكون لسه ما جاتش. وبينصحوا إنه ما يضربش أي طلقات لحد ما تيجي المخلوقات دي، وإنه كمان ما يضربش حد متصاب لأنهم بياكلوا اللي بيتصاب. وأول ما بتبدأ المخلوقة اللي معاهم تبص في السماء وتعمل أصوات غريبة بيبدأوا يتسللوا للبرج. وهنا بنشوف جورنر بيضرب بأسهم من غير أي رحمة، وده بيعمل صدمة للضابط فبيرجع لورا وبيبقى مصدوم وهو بيشوف جورنر وهو بيخلص على المخلوقات دي. وفجأة بيفقد وعيه مرة تانية، ولما بيفوق بيكون جورنر متضايق جدا منه وبيقول له إن هو مش عايز يشيل هم حد تاني على الجزيرة، كفاية إن هو شايل هم نفسه ولا عايز حد يكون عبء عليه. وبيطلب منه إن هو يملى جرادل المية ويجيبها لحد البرج. ولما الضابط بيجي ياكل بيلاقي المخلوقة الغريبة دي بتعزم عليه بأكلها، والظاهر ده بيضايق جورنر اللي بيديله فرصة تانية وأخيرة علشان يفضل معاه في البرج. ولما بيدخل الليل بيقفوا هما الاتنين في البلكونة بتاعة البرج وبيحضروا بندقيتهم، ومع أول طلقة بيضربها الضابط بنشوف جورنر بيرجع لجوه البرج وبيقفل على الضابط وبيسيبه يواجه المخلوقات دي لوحده. ولما بيطلع الصبح وبيفتح البلكونة بيلاقيه قاعد وغرقان دم، وبيعرف من هنا إن بقى إنسان تاني خالص. بيرجع الضابط لكلامه مع نفسه وبيقول إن هو اضطر يتعايش مع الحارس جورنر علشان يحمي نفسه من الوحوش لحد ما بيتعودوا على ده، وبيبقى الموضوع كأنه روتين بيعملوه كل يوم. وكمان بيضطر يعمل واجبات تانية علشان يحافظ على مكانه في البرج، زي مثلا إن هو يملى المية من النهر ويوصلها لحد البرج. ولما بيجتمعوا بيقول له الضابط إن ممكن الصوت اللي بتعمله المخلوقة دي هو اللي بيجيب الوحوش ليهم. فبيقول له جورنر إن هم مجرد غذاء بالنسبة للكائنات دي، يعني هم أعدائهم، وكل اللي عايزه إن هو يقدر يبيدهم كلهم من على الجزيرة. وبيخرج جورنر علشان يزود الأفخاخ بره البرج، وبيقول للضابط يجيب خشب زيادة علشان هم ما هاجموهمش من أسابيع. فبيروح الضابط للكوخ وبالصدفة بيشوف نفسه في المراية فبيلاقي إن دقنه طولت جدا، فبيحاول إن هو يحلقها. وبتمر الأيام من غير أي هجوم من الوحوش، وده بيوترهم أكتر وخاصة الضابط. وبيرجع يكلم نفسه ويسألها إزاي قدر جورنر إن هو يروض المخلوقة دي ويقرب منها للدرجة دي. وهنا بدأت نظرته تختلف للمخلوقة، فقرر إن هو يسميها، فسماها إنريس، وبدأ يعملها بشكل أفضل من جورنر ويقدم لها العشاء في طبق. وشوية وبيطلب جورنر منه إنهم يلعبوا شطرنج، بس الضابط بيفوز عليه وده بيضايق جورنر جدا. فبيقول له الضابط إن هي مجرد لعبة، لكنه بيرفع سلاحه وبيوجهه ناحية الضابط. إيه ده، هو معقول يكون هيضربه؟ هو أكيد لأ، دول نسيوا نور المنارة متقاد والوحوش اتسللوا للبرج، وعلى طول بيبدأوا يطلعوا لسطح المنارة ويدخلوا البلكونة. فخرج لهم الضابط وجورنر وفضلوا يضربوهم ويخلصوا عليهم، لكن أعداد الوحوش كانت كتيرة جدا وبقت تتزايد وتهاجمهم أكتر بعد ما بيكونوا أصابوا جورنر في رجله. وبيفضلوا على الحال ده لحد ما بيطلع الصبح وبترجع الوحوش للمية، وبنشوف المخلوقة بتلحس الدم اللي على رجل جورنر. فبيقول له الضابط إن الذخيرة والأكل قربوا يخلصوا، وكمان طاقتهم وإرادتهم قربت تخلص. وبيخرج للشط فبيلاقي سفينة بتمر من بعيد، فبيجري علشان يجيب المسدس ويضرب طلقة استغاثة، بس جورنر بيمنعه، ما بيكونش عايز حد ينقذهم من على الجزيرة. والظاهر كده إن جورنر طلع غضبه في المخلوقة اللي عنده، فخرجت تجري على الشط. فحصلها الضابط ولقى إن جورنر ضربها على وشها وجرحها، فعمل لها قارب من الصدف وقدمه ليها هدية. وأول ما شافته جريت وهو جري وراها لحد ما وصلوا عند قارب مقلوب بعيد شوية عن البرج. ففرح الضابط جدا وجري يقول لجورنر اللي بيكون عارف أصلا إن القارب ده موجود،
وبيقول له إن هو هيموت بمجرد ما ينزل البحر بيه، لا إما من البرد لا إما من الوحوش. وبيقول له إن ده كان في سفينة تهريب وكل اللي فيها غرقوا. بعدها بيطلب جورنر منه إن هو يصلح القارب، وقال له إن هم هينزلوا علشان يجيبوا صناديق الذخيرة اللي في السفينة الغرقانة. وفعلا بيلبس الضابط بدلة الغطس البدائية اللي في البرج وبينزل لقاع البحر، وبيخرجوا الصناديق لحد ما بيشوف الضابط واحد من المخلوقات بيهاجمه، فبيخرج من البدلة وبيطلع بسرعة من البحر. وبيلاقوا إن لسه الذخيرة شغالة، فبيزرعوها حوالين البرج علشان يعملوا لهم فخ. وبيدخل عليهم الشتاء ومحدش من الوحوش بتظهر، لدرجة إن جورنر إيده بتتجمد على مقبض جهاز الذخيرة. وبيحاول الضابط يدخله جوه وبيقوله إن من 3 أسابيع ومحدش ظهر. وفي وسط ما هما بيتكلموا بتيجي المخلوقة، فبيتهمها جورنر إن هي جاسوسة وبيفضل يضربها، لكن الضابط بيحوشه عنها وبيحذره إنه يقرب لها مرة تانية. فبيقول له جورنر بصوت واطي إنهم هيعملوا لهم كمين وينوروا مصابيح قدام البرج علشان تجيبهم قدامه. وبعدها بيأمر المخلوقة إن هي تغني بالعافية، فبتغني وهي بتعيط. وفجأة بيلاقي الضابط إن المصباح اتطفى، فبيخرج ياخده وبيولعه مرة تانية، لكن بيهجم عليه واحد من الوحوش وبيجرحه، بس هو بيخلص عليه. وبيطلع للسطح مع جورنر وبيضرب المكان كله بالذخيرة. والصبح بيكونوا هما الاتنين متصابين جامد، ومع كده بيروحوا علشان يشوفوا الجثث وبيكملوا على اللي لسه صاحي. وبالليل بتفضل المخلوقة تعيط، وبيحكي له جورنر ازاي انقذها من جوه شبكة، ومن ساعتها بقت ملازماه. والصبح بيقف الضابط على الشط وبيشوف المخلوقات في البحر حواليه، فبيفكر يعمل دايرة الهدنة ويحاول يتفاهم معاهم. وبيكون جورنر نايم، فبيفتش الضابط في حاجته وبيشوف صورة فرحه. بعد كده بياخد الضابط شعلة نار وبيخرج بيها بره، فبيشوف المخلوقات دي متجمعة. وبعدها بيظهروا مع المخلوقة، بس جورنر بيروح لهم وبينهار لأن المخلوقة هتسيبه، وبيقول لهم محدش ينفع يسيبه لكن هو اللي هيسيبهم. بعدها بيضرب عليهم نار فبيخافوا وبيهربوا، وبيروح له الضابط وبيتخانقوا سوا. وبيكون جورنر، لكن الضابط بيناديه باسم ألدو وبيقول له إنه مش قاتل. وبنعرف إن جورنر هو نفسه الضابط ألدو فيغلان، وده نفس الاسم اللي كان مكتوب على ظهر صورة عروسته، اللي أول ما سمعه رجع لشخصيته اللي كان عليها قبل ما يعيش في الجزيرة. وكأنه فجأة لقى نفسه اللي ضاعت منه على الجزيرة. وكنوع من أنواع التكفير عن الشخص اللي أصبح عليه، قرر إنه يخرج للمخلوقات اللي بره بنفسه، وده بالتأكيد معناها ليك. وبتمر السنة وبتوصل السفينة اللي جايبة الضابط الجديد، وبيدخلوا البرج وبيصحوا الضابط، لكنهم بينادوه بجورنر وبيعاملوه بتعالي وغرور، وبيقولوا له إن هو عايش في خرابة وإن المكان مش نضيف. والظاهر كده إنهم افتكروه الحارس، زي ما هو افتكر الضابط ألدو إن هو الحارس جورنر، وعلشان كده الضباط كمان بيفتكروه الحارس. وبيسألوا واحد منهم عن الضابط القديم، فبيقول لهم نفس اللي قاله لهم جورنر، وبيقول لهم إنه مات بالحمى ومية البحر أخدت جثته. وبيخرج البلكونة ويبص على السفينة كأنه بيودعها وبيودع الحياة اللي كان عايشها هناك. أما المخلوقة إنرس فبترجع للمية مرة تانية علشان تروح لوطنها وتروح لأهلها. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك وشير وتشترك في القناة وتفعل الجرس، وتكتب لنا في التعليقات عن أي أفلام أو مسلسلات حابب إن أنت تشوفهم الفترة اللي جاية.